هذه اللي هي العروسة والوصيفات والأمن البنات، والبعض يسمونها اللواعب لأنه كان متخصص النساء ولكن أصبح الآن عالمي. هذه تعتبر بترة، هي التي تكون مبتورة خارج الجدارية. كانت مقاساتهم في الماضي بالأصبع اللي هو الكف المثانى والمثانة. يا إخواني المشاهدين، نحن الآن في مهرجان جرش في قسم السفارات العربية، وكل سفارة قدمت يعني معروضات من تراث بلدها، وإحنا في الجناح السعودي كما بتشاهدوا. يحضرونها النساء وتستخرجها السيدة من بيئتها من منطقة عسير. أول شيء كانوا يبدأون يسهرون الجدار بالطين، وبعدين هذه هي اللي يسمونها القصة والبعض النورة، هذه هي الحجر. وأول لون بدأوا فيها اللي هو الأحمر من المشقة، والأسود اللي هو من الفحم وشجرة التين. بعدين أضافوا الألوان الثانية اللي هو الأخضر من البرسيم، والأصفر اللي هو من الكركم وبشار الرمان، وأيضا النيلة هذه حجر الرسومات. رسومات يعني رسم على الحجر وعلى الفخار وعلى الخشب. هذه طبعا من متحف فاطمة. فاطمة مين؟ أنا فاطمة صاحبة متحف فاطمة. ما شاء الله عنك. مدربة لهذا الفن، دربت أكثر من 700 ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك. عندي مرسم وأصبح الآن. وهذا فنك؟ طبعا كله فن. الله، معقول؟ أنا اشتغلت أنا وفريق العمل على جدارية 22 متر. الأخت فاطمة من المملكة العربية السعودية، هاي المبدعة. شفتوا هالزخرفة السحرية، إبداع هذه المرأة الفاضلة الفنانة، ما شاء الله عنك. هذه بالمواد الطبيعية. أنا من يوم. شوفوا يا جماعة اليد السحرية، فنانة من المملكة العربية السعودية ومدعوة لمهرجان جرش كما تشاهدوا. شوفوا الإبداع، شوفوا الدقة، شوفوا الزخرفة، كله يد هاي الأخت الفاضلة. بالنسبة للقط العسيري كان في بيوتنا في منطقة عسير، كل بيوت عسير كانت مزينة بهذه الألوان. ما كان بيت يخلو من تداخل الألوان. كانت السيدة، احنا ما عرفنا هذا الشيء إلا من السيدات الكبار العظيمات. هم الذي كانوا يحافظون عليه وكانوا يحرصون انهم هم. انت مين علمك انا نشأت من القرية وتعلمت مع والدتي ومع النساء الكبار في القرية، كانوا يحرصون، فكنا نشتغل سوا. زي انه احنا نبدأ نتعاون قبل دخول الأعياد والمناسبات لتزيين المنازل، ويجتمعون النساء بعد ما يخرجون يبدأون يحضرون المواد الطبيعية اللي قلت لك عليها. يبدأون شو الخامة المرسومة عليها؟ قماش، كانفاس ولا؟ لا كانوا يشتغلون على الجدار. على الجدار؟ نعم، كانوا يشتغلون على الجدار. بعد كانوا يشتغلون على الجدار. لانه شوف بالنسبه للكامبس والفخار والاشياء هذه، لا احنا اللي بدانا فيها من وقت من بعد ولا او من بعدهم، لكن في البدايه كانوا لا يشتغلون عليه داخل منازلهم. كانوا النساء يحرصون على